تعرف ان سناب شات كان على وشك انه يسيطر على مستقبل السوشيال ميديا، وان انستجرام خطف اللعبه كلها بقرار واحد بس؟ في 2013 سناب شات كان نجم صاعد، فكره ستوريز كانت سحر، صور بتختفي، فيديوهات قصيره لحظه وبتروح والشباب مبسوطين بيها. سناب شات كان بيكبر بسرعه مرعبه، سرعه خلت مارك زوكربيرج يقلق جدا. ليه؟ لان سناب شات عمل حاجه فيسبوك ما كانش عارف يعملها، خلى الجيل الجديد يهرب له كله. فيسبوك حاول يشتري سناب شات ب 3 مليار دولار، وايفان شبيجل مؤسس سناب شات رفض. مارك اتصدم، بس بدل ما يسيبها فتح ملف حرب اسمه بروجكت فولديمورت، اسم حقيقي جوه الشركه، معركه هدفها مسح سناب شات بالكامل. انستجرام اللي اشتراه فيسبوك قبلها كان افضل سلاح ممكن يستخدمه، بس المشكله انه سناب شات كان عنده ميزه قويه جدا، الا وهي الستوريز، والكل كان فاكر انه سناب شات واخدها حصري، لحد اليوم اللي اعلن انستجرام فيه انستجرام ستوريز. نفس الفكره، نفس الشكل، لكن على منصه فيها مليار مستخدم، مؤثرين ومطاعم وبراندات وشركات. ساعتها سناب شات اكتشفت الحقيقه الصعبه، ان الميزه مش كفايه، المجتمع اللي انت بنيته وتمسكهم بيك هو اللي يكسب. المؤثرين نقلوا اشتراكاتهم للانستجرام، البراندات نقلت، والمستخدمين نقلوا، لحد ما ستوري بقت ميزه انستجرام، وسناب شات اتنسى عند اغلب الناس الا في اماكن معينه. في 2016 انستجرام ستوريز عدت بالكامل سناب شات، وبقى اكبر منصه قصص في العالم. سناب شات حاول يرد، عمل فلاتر، عدسات، خرائط، محتوى، بس بقى بعد فوات الاوقات. انستجرام كسب المعركه، مش لانه سرق الفكره، لكن لانه كان عنده قاعده مستخدمين اقوى، مجتمع جاهز، وايكو سيستم كامل ومبني. والنهارده انستجرام ستوريز بدايه كل مؤثر، وسناب شات موجود لكن بعيد جدا عن الحرب الاساسيه. الدرس هنا انه الميزه مش هي اللي بتخليك تكسب، المجتمع هو اللي بيخليك تبقى رقم واحد. سناب شات اخترع، لكن انستجرام فهم ازاي يخلي العالم كله يستخدم الاختراع ده.